كان يا مكان، كان الله كبير في كل مكان. كان الحبق والسوسان في حجر النبي عدنان، عليه أبهى الصلاة وأزكى السلام. ويا سمعي الكلام، صليوا على خير الأنام. كان حتى كان في واحد الزمان، واحد الراجل عنده 7 بنات. واحد النهار مشى للحج وخلاهم بوحدهم في الدار. هاد البنات كانوا حادقات، وحدة تخيط، وحدة تغزل الصوف، وحدة تطرز. كل وحدة عندها بيتها وكتخدم فيه باش تربح رزقها، وباش يتعاونوا على الزمان ويحاربوا الوحدة والملل. اتفقوا كل ليلة وحدة فيهم توجد العشاء وتعيط على خواتاتها باش يتعشوا مجموعين، يسهروا ويضحكوا ويدوزوا الوقت حتى يرجع باهم من الحج سالم غانم. دازت الايام على هاد الحال، وجا الدور على البنت الصغيرة، وكانت خصها حتى هي توجد لخواتاتها. ولكن المسكينة ما سعفهاش الحظ. طرزات واحد المنديل وداتو للسوق تبيعو، ولكن ما جابش الله داك النهار، وما قدرتش تشري العشاء باش تعشي خواتاتها. هادشي خلى خواتاتها ما يعجبهمش الحال، حيت باتوا ديك الليله جيعانين بلا فرحه بلا نشاط. البنت الصغيره بقات مهمومه وحزينه، حيت كانت بوحدها بين خواتاتها اللي ما قدراتش تلتزم بالاتفاق وتوجد داكشي اللي خصو يتوجد، حيت ما عندها زهر. في الليله التاليه خدات منديل جديد وبدات كطرز فيه، لعل وعسى تبيع المنادل بجوج وتعوض خواتاتها في ديك الليله اللي ضاعت ليهم. ايوا يا الحباب، البنت بدات تطرز وكانت كتحاول تقن خدمتها قدر الامكان. هي خدامه، ضو القنديل بدا ينقص ينقص حتى تطفى، حيت سالا ليه الزيت وظلام عليها البيت. البنت مسكينه بدات تبكي وتنوح، وقالت بصوت مجهد: بالله عليك يا قنديل، عمر بالزيت ونور ظلام البيت، وكان وعدك نتزوج بك. فجأة شعل القنديل وعمر بالزيت، طارت بالفرحة. واخا ما فهماتش الشجرة، كملت خدمتها. شوية بدات تسمع شي تقرقيب، تحلات فجوة في الحيط وخرج منها راجل، وجهه بيض، عينيه كحل بلا كحل، شعره طويل جمعه في ضفيرة، لابس حوايج كلهم خضر. وقال ليها بصوت رنان: انا اللي عمرت لك القنديل بالزيت باش ضوى عليك البيت كيف تمنيتي، ودابا خصك توفي بالوعد ديالك وتزوجيني. شافت فيه وهي مصدومة وعينيها خارجين، وقالت ليه: كيفاش نتزوج بك؟ جاوبها وقال: انتي ما كتعرفيش قدري ومقامي. قالت ليه: وشكون انت؟ قال ليها. انا مولاي احمد القنديل. وهي تسولو: ومنين جيتي؟ قال ليها. ما تسوليش بزاف، دابا بغيت غير نعرف واش غتوفي بالوعد ديالك ولا لا. شافت في الارض حشمانه وهزت راسها باللي موافقه. ديك الساعه جاب العدول وتزوجوا على سنه الله ورسوله. وفاش بقاو هي وياه الراس في الراس، قال ليها بلي غادي يجي عندها كل ليله يبقى معاها، اما في النهار ما يقدرش، وغادي يجيب ليها كل نهار احسن انواع الاكل واحسن لباس. ما عليها غير تسد الباب وتطلق الخوامي وتشعل القنديل وهو غادي يجي عندها. داكشي اللي كان. في الصباح مني فاقت ما لقاتوش جنبها، هزات الوسادة وبغات تجمع الفراش، لقات 2 عملات ذهب الخالص. فرحات بزاف وحست باللي الحظ اخيرا ابتسم ليها. المهم بقاو على هاد الحال ايام وشهور، وكان مولاي حمد وصاها ما تعاود حتى شي حاجه حتى لشي حد، وحتى خواتاتها، ووعداتو بانها غادي تكتم السر. وهكذا ولات البنت الصغيره لاباس عليها، كتشري اللي بغات بلا حساب وتلبس حسن من خواتاتها. وهادشي خلاهم يدخلهم الشك، وعرفوا بان شي حاجه كاينه. منين اختهم كتجيب هاد الفلوس كلها؟ واحد النهار جات عندها اختها الكبيره وسولاتها، قالت ليها والغضب باين في عينيها: اجي انتي، واش وليتي كتخرجي تلاقاي رجال بالليل؟ منين كيجيوك هاد الفلوس كاملين؟ البنت الصغيره مرضاتش بالتهمه اللي تهمتها بها اختها، ونسات الوعد اللي عطات لراجلها، وعاودات لاختها القصه كلها من طقطق حتى السلام عليكم. لكن الاخت الكبيره رجعت عند خواتاتها وعاودت لهم قصه اخرى غير هذيك اللي عاودت ليها اختها، واتهمتها في شرفها وباللي راجل غريب كيجي عند اختهم من الفجوه اللي في الحيط وهو اللي كيعطيها الفلوس. في الوقت اللي خواتاتها كيشوفوا اختهم الصغيره كتلبس مزيان وعندها الذهب والجوهر وحسن منهم، واخا حتى هما كانت كتهلا فيهم، زادوا حقدوا عليها وكانوا كيجريو في الصباح يسرقوا ليها عملات الذهب من تحت الوساده، ولاو كيفكروا كاع يقتلوها. واحد النهار الاخت الكبيره فكرات وخممات،
وقالت لهم صافي لقيت الحيلة باش نتخلصوا من هاد الأخت ديالنا حيت رجليها خرجوا من الشواري. قالت لهم غادي نديوها معنا للحمام ونغرقوها في الماء سخون د البرمة ونقولوا زلقات قدر الله ما شاء فعل. ايوا داكشي اللي كان. مشاو عند اختهم وقالوا لها غادي نديوك معنا للحمام، وهي فرحت بزاف. ولكن البنت الصغيره ملي قالت لمولاي احمد القنديل بلي غادي تمشي مع خواتاتها للحمام، عرف بلي كاينه شي حاجه مورا داكشي وما وافقش ليها على هاد المشيه. ولكن هي صرات باش تمشي، وهو يسولها واش كتثقي في خواتاتك؟ جاوباتو بلي كتثق فيهم بزاف. المهم سيادي في الصباح فاقت، وكان مولاي احمد القنديل مشى بحالو، مشات مع خواتاتها للحمام. وفاش تغامزوا وبغاو ينفذوا الجريمه خافت الاخت الكبيره وترددات، وقالت لخواتها بلي خافت من سخط باها، ولكن عندها خطه حسن. دارت براسها بلي نسات المشطه ورجعت للدار تجيبها. وفاش مشات تسلات لبيت اختها، هرسات الزاج ودارتو في الجناب د الفجوه وفي الارض، ورجعات للحمام فحال حتى شي حاجه ما كاينه. كملوا الغسيل ورجعوا للدار، والبنت الصغيره ما رداتش البال للفجوه اللي كانت عامره بالزاج. في الليل جا عندها مولاي احمد القنديل من بعد ما سدات الباب وطيحت الخوامي وشعلت القنديل. ولكن المسكين وحل في الزاج اللي في الفجوه قبل ما يوصل عندها، اتجرح في كل بلاصه من الجسم ديالو ورجع بحاله كله مجروح. وبزز باش وصل لدارو تلقاتو الام ديالو وعاود ليها كل ما جرى ليه. وهي قالت ليه ياك ولدي قلت لك ما تزوجش من بنات الدنيا الفانيه، راه ما فيهم خير. وبغات تمشي تنتقم ليه من مراته، لكن هو قال ليها لا، خليني حتى نبرى وترجع لي صحتي، ديك الساعه غادي ننتقم منها شر انتقام. اما البنت الصغيره كانت هذيك اول ليله ما يجيش عندها مولاي احمد، عيات ما تستناه ولكن ما جاش، وبقات على هاد الحال 3 ايام. كل ليله كتسد الباب وتطيح الخوامي وتشعل القنديل وما كيجيش مولاي احمد القنديل. ضاق بها الحال وبقات عاطيها غير اللبكه. شويه نطق المشط وقال ليها راه فاش كنتي في الحمام جات اختك الكبيره وهرست الزاج وعمرت به الفجوه اللي في الحيط. ديك الساعه عاد عرفت البنت اش وقع عليها، ولكن كيفاش توصل لمولاي احمد القنديل وهي ما عارفه عليه والو من غير انها كتشعل القنديل وكيجي عندها. ولكن ما قدرتش تصبر، لبسات عليها حوايجها وخرجت لدنيا الله الواسعه باش تقلب على راجلها في كل بلاصه. ايوا يا سيادي شدات الطريق وبقات غاديه كتقلب حتى واحد ما عطاها راس الخيط. واحد النهار كانت غاديه كتمشي في وسط النهار والشمس قويه بزاف وهي عيانه، جلست تحت كرمه كبيره في الظل باش ترتاح وتنشف عرقها، وسمعت 2 حمامات كيهضروا. قالت بحدا لصاحبتها بقى فيا مولاي احمد القنديل وداك الشيء اللي وقع له مسكين، ودابا راه مازال مريض وحتى شي طبيب ما لقى ليه دواء. ضحكات الحمامه الاخرى وقالت الدواء ديالو ساهل ماهل، خصو 7 ديال العروش ديال هاد الكرمه يضربوهم به ويذبحونا انا وياك، والدم ديالنا يرشوه على جراحو ويذبحوه كبش، الجلد ديالو يلبسوه ليه وان شاء الله غادي يبرا ويصح. ردات عليها الحمامه الاخرى وقالت ايوا الا كان خصنا نموتو باش يعيش مولاي احمد ما فيها باس. البنت شدات الحمامات بجوج ذبحاتهم ودمهم جمعاتو في واحد القله، وخدات 7 ديال العروش ديال الكرمه بدلات لباسها بلباس راجل وخرجت تنادي في الزناقي دوا العشاق دوا الجراح دوا العشاق دوا الجراح. دازت واحد اليومين ونهار الثالث وصل الخبر لمولاي احمد القنديل اللي كان جراحو زادت تورمات وطال مرضو وما نفع معاه حتى شي دواء، وهو يرسل مورا هاد الحكيم اللي كيقول عنده دواء العشاق والجراح. فاش وصلت عنده اتصدمات من الحاله اللي ولا فيها، ولكن صبرات وما بينات والو، وهو يقول ليها واش السي الحكيم الدواء ديالك يقدر يداويني؟ حيت راني ما خليت حتى دواء ما جربتوش وحتى واحد ما نفعني. وهي تجاوبه ان شاء الله غادي تبرى ولكن عندي شرط. قال ليها شنو هو هاد الشرط؟ قالت الا داويتك وتلاقيتي شي حد قال لك دخلت عليك بالطبيب اللي داواك ما تاديهش واخا يكون دار لك اللي دار. قالها نواعدك غير بريني. طلبات يسخنوا الحمام ويذبحوا كبش، دخلت معه الحمام غسلات جراحه بالماء سخون ودهنتهم بدم الحمامات، ضرباته بعروش الكرمه وهو كيتألم ولكن هي كتصبرو. واحد شويه بداو الطروفه ديال الزاج كيطيحوا في الارض من لحمه، وخدات الجلد ديال الكبش ولبساتو فوق الجرح وقالت له من هنا 3 ايام غادي تبرى ان شاء الله.
بغى مولاي أحمد يكافئ هاد الحكيم، ولكن رفض وذكرو بالوعد ديالو وطلب منه يلتزم به. رجعت البنت الصغيرة للبيت وصلحات الفجوة اللي في الحيط ونقاتها من الزاج اللي فيها. في الليلة الثالثة سدت الباب وطيحت الخوامي وشعلت القنديل. مولاي أحمد القنديل حس باللي كتعيط ليه وقال مع راسو: هادي مازال باغية تضحك عليا، ما كفاهاش داكشي اللي دارت لي. ايوا سيادي. مولاي أحمد مشى عندها حتى بان عندها في البيت، جبد سيفو وبغى يصفيها ليها وهي تصرخ وتقول ليه: دخلت عليك بالطبيب اللي داواك، سمح ليا. وهو يرد السيف لجواه وبقى غير مدهول. خرج عينو فيها وسولها: باش عرفتي السر؟ وهي تعاود ليه كل شيء من نهار اختها غدرات بيها حتى لهاد الساعة اللي جا هو عندها للبيت. ايوا طبعا مولاي أحمد سامح ليها، حيت ما دايره لا بيديها ولا برجليها، خصوصا من اللي عرف ماشي هي مولات الفعلة، وناض هو ديك الساعة بناصور غليظ بينها وبين خواتاتها. ايوا دازت ليام وهما هانين. من رجع الأب من الحج تفاجأ بالصور اللي تبنى بين البنات، وقالوا ليه بناتو باللي اختهم زوجات بلا خبارو وبنات صور بينها وبينهم وباللي راه خرجت على طوعو. لكن مولاي أحمد القنديل فاش سمع نسيبو رجع من الحج مشى عنده وقال ليه باللي زوج بنته على سنة الله ورسوله، وعاود ليه هو والبنت القصة كلها. الأب وافق على هاد الزواج ورضى عليهم بزوج، وجات بنته وعنقاتو وعاودت ليه داكشي اللي وقع ليها من نهار مشى للحج. والأب عاقب بناته الآخرين وغضب عليهم، أما البنت الصغيرة دار ليها عرس كبير وعاشت في سعادة وهناء مع مولاي أحمد القنديل اللي دوز حياته كلها مهلي فيها وما كيخسرش ليها الخاطر. وهكذا يا الحباب، ما بقى لي غير نقول لكم خبرتي مشات مع الواد وبقيت معكم يا الجواد.